مرثية تحت عنوان يا ليت يفدى عن الوالد ولد. كتب كلماتها أبو القرني ذو القرنين صخر محمد بن محمد كنداش، يرثي بها والده المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ المراقة والهامة الوطنية الكبيرة العقيد محمد مسعد كنداش الملقب بالقرني، وذلك بعد فاجعة وفاته في أول أيام شهر رمضان المبارك يوم الخميس الموافق 23/3/2023 ميلادية. كان ذلك عن عمر ناهز 60 عاما، قضى معظمه في خدمة الوطن والمجتمع والعشيرة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويها الصبر والسلوان. أدى شاعر حسن حمير مطهر كنداش. وما قلبي قصد وتعلم النية وعلام القصيد، يالله بك بدوها عليك المعتمد، يا من لك العالم تلبي بالسجود، يا عالم اسراري وما قلبي قصد وتعلم النية وعلام القصيد. الحمد لك والشكر يا الفارد الصمد، يا من لك الأوامر أمري لك يعود، يا مالك الملك يا واحد أحد، يا من على كفه مفاتيح القيود. فضلك على عبدك وجودك ما يعد، ورحمتك ذي واسع كل الوجود. العافية منك وغوثك والمدد، يا من بعفوك على العالم تجيود. يقول ابو القرني قد النبي ورد، كل بارقه ذي زمجرت بعد الرعايا، وتحت تدركني وروحي والجسد، يا كسر ظهري وضلعي والعميود. النوم فارقني ومن عيني شرد، والدمع يكوي جفوني والخدود، يا ليت يفدى عن الوالد ولد، أفديها انا روحي وجسمي للحيود. الحزن قد خيم على قلبي وشد، الصدر نيران واضلاعي وقيود، من فرقة الوالد حياتي في نكد، ذلل صعوباتي ولو كانت كأيود. ركن القبيلة سندها والوتد، رمز القنافة وللقرية عميود، ذي كان يوفي بوعده لا وعد، إنسان ذو حكمه ووافي بالعهود. القرني المعروف عن أب وجود، القيل أبو كنداش لحين يريعود، كم ناضل الوالد بشبواه والعند، سيئون تشهد له ويا فعل الحدايود. في الليل يتفقد إذا الخدمه رقود، والمعنوية شدها عند الجنود، نظل على الوحدة وقاتل واحتشد، قايد محنك صيرمي غازي عنود. ربنا يرحمه من شان يعلمنا تحمل واشتهوت، كم ناضل القرني وكم له من جهود، لجل الصحب والجاري لبى واستعد، وللجمايل ما يناظر للرديود، وخلف اشباهها لمن ذاك الاسد، قرون 5 وهذي تنعطى للحيود. القرني الاول دعا ربه هجد، يا واهب الاولاد هب لي يا ودود، يسر قلب امه والاخواته مداود، يحمي حمى ربعي وعن ربعه يذود. رحمه على من انجبوا ذاك الولد،
قرني من القرني وله نسخه وكود، يتيم من صغره على الرب اعتمد، بذل جهوده وثمرت تلك الجهود، لقت عليه المشيخة أبا وجد، واليوم كندا وشبو القرني يقود. احنا على دربه ونبقى للأبد، كربطنا خمر جاله نخوه وجود، محال أن ننسى فراقه للأبد، ذكراه بتبقى على مر العقود، وطيب القلب بنا عمره حقد، يصبر ويتحمل خطأ كم من حقيود، وينبذ التفرقه في المعتقد، وللشوافع بعايش والزيود، ولا لغير الله تذلل او سجود، وعاش شامخ بل براس الصمود، يا ربنا تغشى بالرحمة أبد، كما رعانا واحتضنا بالمهود، وتعيش في جنتك عيش الرغد، يسكن ويتنعم بجنات الخلود، ختامها صلوا على طه عدد، حجاج بيت الله ذي لب وحشود، صلوا عليه عد الحصى عد البراود، بالمسكن اختمها وقطاف الورود. صلوات ربي عليه وعلى